حفل افتتاح من نار، حفل افتتاح جبار في دولة المغرب الشقيقة، بطولة كأس الأمم الأفريقية. كان 2025 افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في المملكة المغربية. ألف مليون تحية لشعب المغرب ودولة المغرب العظيمة. اللقاء الأول في البطولة مباراة تليق بالفرقتين، النصر للمغرب، النصر والفوز لمنتخب المغرب، ومن قلب مصر، من منتخب مصر، مصر معاكم وفي ظهركم في مباراة اليوم. كل التحية لشعب المغرب ومنتخب المغرب الشقيق. كان نفسي اكون موجود معاكم في المغرب في البطولة، ولكن متعوضة ان شاء الله، واحنا نفرح معاكم لان انتوا شعب جميل. وتحية لشعب المغرب ومنتخب المغرب اللي هيفرح وهيفرحنا النهارده. بالرغم من جمال الافتتاح، لكن الامطار الغزيره سببت في عطل مفاجئ كده خلت الاستوديو بان يرجع تاني وسط ما الحفله كانت شغاله. عايزك تدي لي تقييمك لحفل افتتاح كاس الامم الافريقيه المغرب 2025. شوفوا الابداع يا جماعه الخير، وشوفوا الروعه، وشوفوا جمال الملعب، جميل جدا يا جماعه الخير. افتتاح ولا في الأحلام. مبروك للمغرب، مبروك هذا الإنجاز، ما شاء الله. افتتاح خيالي، افتتاح تقول كتفرج في كأس العالم ماشي كأس إفريقيا. صراحة المنظمين داروا واحد المجهود كبير 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 بزاف. افتتاحية ولا أجمل، وإن شاء الله تنجح المغرب، وخصوصا الملعب اللي موجود. حفل افتتاح تاريخي لكاس أفريقيا في المغرب، فصراحة كل أبونا توقعنا نجاح المغرب، كل أبونا. وصراحة الاحتفالات والمراسم وكل شيء صار، وفوقها المطر، والله العظيم إن أجمل احتفال، أجمل احتفال. فصراحة الافتتاح خيالي أسطوري تاريخي، فللأمانة المغرب راح تنجح. ومثل ما قلت لكم النسخة هذه اللي راح تكون بالمغرب راح تكون نسخة أسطورية. أنا لم أشاهد احتفال كذا. افتتاح المغرب اللي الناس كلها قالت أن المغرب ما راح تنجح، شوف الآن الافتتاح وراح تعرف أن المغرب نجحت وبإذن الله تنجح. افتتاح كأس إفريقيا نسانا في يامات الكراطة، السنوات الضوئية. في هذه اللحظات انتهى حفل افتتاح بطولة كأس أفريقيا. أي حفل، أي جمال، أي ملعب، أي جمهور، ما شاء الله تبارك الله. 1000 مليون مبروك لأخواننا في المغرب على هذا الافتتاح الجميل. كما تشاهدوا في الصورة، شوفوا على حفل، شوفوا على جماهير، شوفوا الجماهير، شوفوا الملعب. بإذن الله تكون من أحلى البطولات بإذن الله، وبإذن الله يكون البطل عربي بإذن الله. واللي قدامك دي لقطات من حفل الافتتاح رسم كاس افريقيا واعلام كل الدول المشاركه في كاس افريقيا 2025 في المغرب. حفل الافتتاح اللي كان فيه فاير وورك شكلها حلوه جدا كمان، والاضواء اللي كانت في المدرجات مع الجمهور شكلها عظيم، نفس الشكل اللي كان متواجد تقريبا في كاس العرب. الاساور اللي بتنور في المدرجات كانت مديها شكل حلو. كل حاجه حصلت في افتتاح افريقيا هو مجسم كاس اللي موجود له حلو جدا، بغض النظر عن عمه اللي كل شويه يطلع بكره منوره ده. تم بناء هذا الملعب خلال 15 شهر فقط. طبعا يا جماعة الخير، افتتاح كاس افريقيا في هذا الملعب اليوم، سيقام الافتتاح في هذا الملعب الجميل جدا. شوفوا الروعة يا جماعة الخير، ما شاء الله تبارك الله، لوحة فنية جميلة جدا. مرحبا بكم في إشاعة كأس إفريقيا في المغرب 2025. المنتخب المغربي عامل تشكيلة مثالية بصراحة. توقعاتي للمباراة دي إن هي تخلص 2-0. صراحة حفل رائع، الحفل اللي مزج بين الثقافة والهوية المغربية وأيضا الثقافة الإفريقية. المغرب بصراحة حفل رائع جدا. حفل افتتاح كأس إفريقيا المغرب أبدعت وأمتعت، وأعطت رسالة للعالم أن المغرب قادرة أنها تنظم أي منافسة، لا قارية ولا أيضا محلية، لأن الجودة ديال هذا الحفل هذا كنعتبره أنا أفضل حفل داز في التاريخ ديال افتتاح كأس إفريقيا، وكان أن النسخة ديال المغرب غتكون أفضل نسخة داز في التاريخ ديال القارة السمراء. وأنا كنبصم لكم من الآن أنها غتكون أفضل نسخة ديال كأس إفريقيا دازت في التاريخ، وإن شاء الله تتوج المنتخب المغربي في آخر المطاف بهذه النسخة هذه، لأنها غتكون نسخة رائعة وغتكون نسخة استثنائية. الله 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 على الجمال يا جدعان. حفل افتتاح كأس أفريقيا 2025 بالمغرب، شغل عالي وملعب رائع جدا جدا، بجد حاجة في منتهى العظمة والجمال. أهو يلا نتفرج في الإبداع.
شوف ضروري غادي تلقاو انتقادات. انا شفت واحد اللايفات وشفت الناس كيهضروا هادو دايرين بحال هادوك اللي كتعرض عليهم العرس، دير ليهم بسطيله، تخلي ما دير ليهم ها المحمر ها كلشي كاين، وفي الاخر دير لهم واحد الجوا وتحط لهم الفلوس لداخل، وفاش يمشيو يقولوا فيك خايبه. هادو كاينين. مبروك للمغرب، مبروك هذا الانجاز، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صراحه افتتاح ولا في الاحلام، افتتاح خيالي، افتتاح تقول كتفرج في كاس العالم ماشي كاس افريقيا. ولكن راه المغرب اليوم دار واحد الانجاز واعر، افتتاح خيالي، قال لهم بانها تكون احسن نسخه غادي تدوز ولا غادي تكون في هاد كاس افريقيا هي اللي دار في المغرب. وها هو عند كلمته، تيران عالمي. شتو داك ليكرون عاوتاني زينو بزاف. صراحه انا بقيت غير حال فمي وكنشوف. كنا خايفين من ديك الشتا، ها هي الشتا كطيح وخير مولانا ها هو نازل، ولكن كلشي غادي هو هذاك بحال ما وقع والو. صراحه المنظمين داروا واحد المجهود كبير 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 بزاف. تبارك الله علينا، تبارك الله علينا. وخلاص واحد الحاجه اللي هاد الافتتاح هذا على الضرب بزاف على الدول الافريقيه اللي تقدر دير مورا هاد النسخه هذه. اللي خاصو يدير مورا هاد النسخه هذه ما عمره ما غادي يقدر يوصل للمغرب. يعني غادي يولي ديما المغرب ريفيرونس ديال احسن نسخه في كاس افريقيا. نتلاقاو مورا الماتش وراه ديما مغرب، وهادشي اللي كتشوف كتفتخر بانك مغربي. واللي بغى يهضر خليه يهضر. نتلاقاو مورا الماتش. تهلاو. حفل افتتاح كأس افريقيا المغرب ابدعت وامتعت واعطت رساله للعالم ان المغرب قادره انها تنظم اي منافسه لا قاريه ولا ايضا محليه، لان الجوده ديال هذا الحفل هذا كنعتبره انا افضل حفل داز في التاريخ ديال افتتاح كأس افريقيا، وكان ان النسخه ديال المغرب غتكون افضل نسخه داز في التاريخ ديال القاره السمراء. صراحه الحفل رائع، الحفل اللي مزج بين الثقافه والهويه المغربيه وايضا الثقافه الافريقيه. المغرب صراحه حفل رائع جدا، وانا كنبصم لكم من الان انها غتكون افضل نسخه ديال كاس افريقيا دازت في التاريخ، وان شاء الله تتويج المنتخب المغربي في اخر المطاف. مبروك للمغرب، مبروك. افتتاح تاريخي لا يقارن، افتتاح ما نقدوش نقولوا عليه ديال كاس افريقيا.